أهلا بيك في إنجليزي رايح جاي قاموس الشعب وفيديو جديد. الأفعال المركبة الفريزال فيربس من أكتر الحاجات الاحترافية في اللغة، واللي محتاجة ناس مركزة جدا في استخدامها عشان يستخدمها بشكل صحيح. الفعل اللي معانا النهاردة go by. go by دي ممكن أستخدمها في أكتر من اتجاه. أول استخدام ليها لو أنا بقول مثلا واحد اسمه عبد الله أو عبد الرحمن ومعروف باسم بودي مثلا، فأقول he goes by بودي، معروف باسم بودي goes by. أو لو أنا صاحب الاسم هقول I go by بودي، معروف بالاسم ده. ده أول استخدام ليه. go by ممكن أجيبها برضو مع اللغة بتاعتي. لو أنا مثلا بتعلم لغة ولسه عارف مثلا كلمتين ثلاثة أو تعبيرين ثلاثة في اللغة ممشيني يعني، فأقول أنا اللغة بتاعتي في الأول كده لسه يعني my English يعني I can go by. I can go by يعني بعرف أتعامل، بعرف أمشي نفسي. نفس الفيرب اللي هو go by لو استخدمته مع الحالة المادية، مثلا معايا مبلغ مش مكفيني بس يعني ماشي الحال، I can go by. I can go by دي كانت تالت معنى كلمة go by. أول معنى مع الاسم ومع الحالة المادية ومع اللغة برضو تمشي بنفس السياق. Thanks for watching. See you next time.